كل ما أشيع عن موضوع ظهور جمال معروف في مناطق قسد كذب وعاري عن الصحة. جمال معروف ليس موجود في مناطق قسد. شو الهدف وشو الغاية من إظهار هيك معلومة غير صحيحة أبدا؟ ما بعرف. هل الصحفي اللي نشر الخبر ملعوب عليه أو له غاية أخرى بده يعمل بلبلة؟ وخاصة أنه أنا لا أثق فيه لأنه ليس من خلفية ثورية، بل هو أصبح ثوري من بعد ما انتهت الثورة وبدأت الدولة. بعد التحقق والتأكد جمال معروف ما موجود بمناطق قسد، وجمال معروف موجود في مناطق الشمال السوري بغض النظر عن تحديد مكانه وين، وجمال معروف عنده أخ بالحكومة وابن عم كمان، وجمال معروف ما يزال على علاقة قوية مع حسن الدغيم. شو بدكن أكثر من هيك معلومات؟ يعني رجاءً هيك قصص لخلق البلبلة ما منيحة، في أشياء أهم نلتهي فيها، فشيلوا الموضوع من بالكم.